فين شيخ أزهر؟ موجود معالي الخديوي. اسمعني كويس شيخ أزهر، أنا جئت بك اليوم لاتخاذ قرار في غاية أهمية، ونتمنى تعاونكم معنا في هذا الأمر. ده شرف لينا يا معالي الخديوي إنك تشورنا لاتخاذ قرار. أفارم عليك شيخ أزهر. شوف شيخ أزهر، قررنا حضرتنا خديوي إسماعيل بطرد المسيحيين دول النصارى من أرض مصر المحروسة ونفيهم إلى السودان. إيه؟ طب ليه كده يا معالي الخديوي؟ هو صدر منهم حاجة؟ أنت تقول لي شيخ أزهر عشان نعيش في أرضنا براحتنا. قلت إيه شيخ أزهر؟ رأيي في طرد المسيحيين من أرض مصر ونفيهم للسودان ما ينفعش طبعا. أنا مش موافق سعادة الخديوي باشا. ماذا؟ أنت لا توافقني في طرد النصارى؟ كيف؟ أتدري ما تقول شيخ أزهر؟ أيوة طبعا، أرض مصر طول عمرها مسلم ومسيحي، والمسيح اللي فيها قبل المسلم، وطول عمرنا عايشين مع بعض، ولا يمكن أبدا للأزهر الشريف إنه يوافق على الكلام ده ويطرد المسيحيين من أرض مصر. وإذا قلت لك هذا أمر إحنا مفيش حد يأمرنا غير الله عز وجل، وأنا والله لن أوافقك مهما كان الأمر، ولك أن تفعل ما تشاء. أنت مجنون شيخ أزهر. سأطرد النصارى، وسيشهد لي التاريخ هذا، ولن ينسى التاريخ هذا الموقف السلبي اتجاه أزهر شريف من نصارى مصر. أكرم لينا لما يقول التاريخ إن الأزهر الشريف رفض إنه يطرد المسيحيين من أرض مصر، على إنه يقول إن الأزهر الشريف خاف من الخديوي إسماعيل وطرد المسيحيين من أرضهم. أرضهم؟ اطلع برا. قلت اطلع برا. خرسيس أدبسيس أن يقول أرضهم.